بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الأعزاء، اليوم أرجع ألتقي وياكم بدرس جديد اللي هو كيفية تحويل ملف البي دي اف إلى وورد من دون أي مشاكل. طبعا أكو كثير برامج إنه منتشرة على الإنترنت يستخدموها الباحثين، يستخدموها الطلبة، لكن للأسف إنه توجد بها أخطاء كثيرة، سواء أخطاء إملائية أو قلب الحروف أو عدم عبور الأسطر بشكل صحيح. اليوم البرنامج طبعا متوفر عند الجميع، لكن للأسف متجاهلين. ليش؟ لأن الأغلبية يحبون يكونون على البرامج القديمة، ما يحب يتواصل مع البرامج الحديثة، يعرف شنو المزايا اللي بيها. ما أريد أطيل وياكم بالشرح. البرنامج هو نفس مايكروسوفت أوفيس 2016. أضافوا إلى ميزة هي تحويل من البي دي اف إلى الوورد من دون أي خربطة. خلونا نشوف. عندنا هسه هذا الملف، نتأكد من أنه هو بي دي اف. هذا الامتداد مالته بي دي اف. لما أجي أشغله، هذا الملف غير قابل للتعديل، غير قابل لإضافة النص. كل اللي علي أسويه كليك أيمن Open with Word 2016. بدء التشغيل. إذا كان ملف كبير راح يعطيك بدء التحويل، ما يعطيك بدء التشغيل. مثل ما نشوف تحول الملف من دون أي مشاكل. أي شيء هسه عندي هذا النص، هذا النص أعدله أحذفه، هالشيء ماكو أي مشكلة. إن شاء الله أكون أفدتكم. لا تنسوني من صالح الدعاء. أخوكم محمد سامي الدليمي. أي شخص يحتاج سؤال يسأل، إن شاء الله ما قصر مع الجميع، ويا رب التوفيق لي ولكم جميعا إن شاء الله تعالى.